ايه مشي الحال، قطعت الحدود. بين الكوميديا والأكشن والتشويق تكة بتكة عيونك على فيلم كتير كبير يلي انطلق بصالات السينما اللبنانية. اسمع، هيدا شاب مسلم بنت مسيحية، اوكي؟ بيلتقوا بعضهم هول العالمين ما مفروض يلتقوا. فيلم كتير كبير للمخرج والكاتب ميرجان بوشعيا من إنتاج كبريت برودكشن وبطولة أنا سعادة، فؤاد يمين، بالاشتراك مع وسام فارس، طارق يعقوب، ألكسندرا أهوجة وجورج حايك وفادي أبي سمرة، والموسيقى من تأليف ميشيل ألفتريادس. قدرنا قد ما فينا نحن وميرجان نحافظ على الواقعية بكتابة السيناريو وبتمثيله إلى الآخر. مساء الخير. الليلة وقبل السياسة انفجار سينمائي التقطته عدسة سينمائي. للإعلامي مارسيل غانم كانت الحصة الأكبر، وعلى الرغم من ظهوره القليل إلا أنه مشاركته وحدها كانت كفيلة للفت الأنظار ورفع مستوى التوقعات لدى المشاهدين. بدي أقول أنه رغم كل شيء، رغم الموت، رغم الانفجارات، رغم الترهيب، رغم الإرهاب، هيدا الفيلم إشارة انطلاق لحياة كمان بلبنان بيسحقوها اللبنانيين، وتجربة شباب مبدع من لبنان قرر أنه يكفي رغم كل شيء، ومسؤوليتنا الوطنية ندعم هؤلاء الشباب. القصة بتبلش مع زياد تاجر المخدرات يلي قرر التوقف عن الأعمال غير الشرعية بعد ما طلعوا خيه صغير جاد من الحبس، ولكن حادثة رح تغير مجرى القصة. بدي اقول انه انا كثير مبسوط بهذا الفيلم. من لحظه اللي قريت السيناريو بلشت احلم من نهاري اللي رح احضره، لانه وقت كنت عم بقرا كنت كثير مبسوط، وهذا النهار هلا وصل. انا بصراحه اول ما عرض علي النص ميرجان حبيت كثير الفكره، حبيت الطريقه اللي عم بفكر فيها بالسينما، وبعتقد رح تشوفوا فيلم مختلف عن جد عن افلام كثير شفتوها بالسينما اللبنانيه. يعني انا اول مره بحس انه شاركت بفيلم لبناني عن جد، لانه العقليه كثير حبيتها اللي انشغل فيها الفيلم. هالفيلم تم عرضه بمهرجان تورونتو العالمي للأفلام السينمائية، كما وأنه رح يشارك بمهرجانات عالمية عديدة منها مهرجان الدوحة، أستونيا ومراكش. ايه والله بدنا نزوق، في ناس بزوق في ناس بزوق عليها. أشرف على كتابة الفيلم المخرج اللبناني جورج نصر والسينمائي الفرنسي إيف أنجلو، وهالشي رح يسهل عبور الفيلم للمجتمعات الغربية والشرقية. أجمل شيء بالسينما هو لحظة الصنع، لحظة التصوير، لأنه باللاوعي المخرج عم بيطلب إنه مجموعة من الناس يتواطئوا معه ويعطوه كل ما عندهم من الإبداع، يفاجئوه وهو يفاجئه. المخرج ميرجان بوشعيا كشف انه هالفيلم كان مشروع التخرج بالجامعة، وكان كناية عن فيلم قصير حب انه يطوره. اللي انا وعم بكتب الفيلم كان دايما عم يجي تعليق من كل العالم اللي عم بتتابع كتابة الفيلم، وانا كنت عم بحسها كمان انه اللي عم ينطرح هيدي مادة فيلم طويل، هيدي منا مادة فيلم قصير، وفي تحدي لحتى تنحط بفيلم قصير. واكتشفنا انه نحن معنا ماتيار او فورما عالمي بيقول كتير، بيحكي كتير عن لبنان، بيحكي كتير عن نحن كيف شايفين لبنان، نحن كيف عبالنا نعكس له صورته، وبيحمل انه يكون مادة فيلم طويل تبرم عالميا وينسمع صوتها. الفيلم قدر ينقل الواقع اللبناني الطائفي السياسي الاجتماعي بكل حذافيره. نحن كمان عم نثبت انه في الشعب اللبناني مقاوم ثقافيا بوجه قوى التكفير وقوى الظلام. اول شيء انا بحب الافلام، واكيد اذا فيلم لبناني حبينا نشجع الطاقات اللبنانيه والسينما اللبنانيه. لا شك بقول انا انه فيلم مشاركين فيه 3 شباب لبنانيين وصل للعالميين، عرض برا قبل ما ينعرض بلبنان، لا شك انه فيلم قيم. بتمنى توصل السينما اللبنانيه لمرحله نخلص بقى من التشجيع، يعني نوصل لمرحله انه اذا واحد ما حضر الفيلم يحس حاله انه خسران. كل انتاج لبناني هلا السينمائي هو نوع من الحركه الفنيه بالبلد اللي عم تبني حضاره، وكلنا بندعم بعضنا، لانه ما فينا نعمل شيء اذا ما عملنا هيك. هلا الاخراج اللبناني ثابته بانه نشجعه، يعني موضوع من الثوابت انك تشجع دائما الانتاج اللبناني، بس اللي عجبني اكثر من هيك من موضوع الانتاج اللبناني موضوع عمر القيمين على البرنامج. بدي اقول الف مبروك للفيلم، وان شاء الله يكون فيلم حلو، وانا عندي شعور انه رح يكون فيلم حلو. كثير افلام بتنزل لبنانيه وغير لبنانيه ما بتستفزك، بل الفيلم استفزني ايجابا، جاي يشوف صوره عن شعب باغلاطه باخطائه، بركي بنتعلم. كثير بنحب السينما، بنحب كثير السينما اللبنانيه، برايي السينما اللبنانيه عم تعمل اشياء رائعه لازم تتشجع عليها. والفيلم اللبناني اكيد
إلكم. فيلم كتير كبير، عن جد كتير كبير، واليوم بلش عرضه بصالات السينما، فشو ناطر بعد ما نزلت؟